وصفتنا النهاردة الكوسة بالبشاميل. هنعمل صينية كوسة بالبشاميل طعمها لذيذ جدا. لو جربتوها بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها. هقولك ازاي تطلع معاكي مظبوطة، وهقولك على سر تسوية الكوسة ازاي تسويها صح وما تتهرش منك. نبدأ بسم الله. معايا 2 كيلو كوسة، تقدري تقللي الكمية او تزوديها زي ما تحبي. بغسل الكوسة كويس جدا بالمية، بغسلها مرة واتنين عشان طبعا بيكون فيها رمل لازم نتخلص منه. وبعد كده بتقشريها بالقشارة، تقشرها خفيف يعني متحاولي ما تقشرهاش زيادة علشان القشرة برضو مفيدة. بعد كده بقطعها بالورب كده زي ما انت شايفة عشان الحلقات تكون تخينة شوية، وكمان تقطعيها بسمك يكون متوسط، ما يكونش سميك قوي ولا رفيع قوي. لو قطعتيها سميكة شوية بزيادة هتاخد منك وقت وهتنزل مية كتير، ولو انت قطعتها برضو رفيع بزيادة هتتهرى منك ومش هتكون كويسة، وده السر اللي بيخلي الكوسة تطلع معاكي سواها مظبوط. قطعت الكمية كلها وبسخن كده حلة على النار، بحط فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي ورشة من الزيت، وبكون مجهزة بصلة متوسطة مقطعاها مكعبات صغيرة جدا. بقلبها شوية كده على النار، مش عايزة احمرها، عايزاها بس تدبل كده شوية زي ما انت شايفة كده بدأت تدبل. وبحط كمان معلقة صغيرة كده من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر، يعني مش حراقة، الهريسة ديت بالفلفل اللي هو الحلو. وبتبل بقى البصل بتاعي برشة كده من الملح ورشة من الفلفل الأبيض أو الأسود المتوفر عندك، وبنزل بعدها بالكوسة اللي أنا مقطعاها. الخطوة اللي أنا عملتها ديت ممكن تستغني عنها، ممكن تنزلي على طول بالكوسة بتاعتك في السمنة والزيت وتشوحيهم، لكن طبعا البصل والثوم والحاجات اللي أنا حطيتها دي بتدي طعم جميل جدا للكوسة وهي بتستوي. حطيت الكوسه بتاعتي وبهدي النار عليها، بسيبها كده على نار هاديه لحد ما تستوي معايا. ما شاء الله بتستوى ما بتتهرش مني، لان زي ما انا قلتلك طبعا مقطعاها بسمك يكون متوسط، ما تكونش رفيعه قوي عشان ما تتهرش منك. طبعا بتقلبيها باستمرار علشان برضو ما تتاكدي ان هي استوت معاك وما تلزقش في الحل. في الوقت ده بجهز البشاميل بتاعي. حطيت زبدة وزيت، ومعايا 3 معالق كبار من الدقيق. حاولي تخلي كمية الدهون بتاعة البشاميل قد كمية الدقيق بالظبط، يعني لو انت مثلا حطيتي 50 جرام دقيق هتحطي 50 جرام زبدة وزيت، كده هتضمني ان البشاميل بتاعك يطلع ما شاء الله كريمي وجميل. اسخن كده الدقيق شوية كده مع الزبدة والزيت لحد كده ما تحسي ان ريحتهم كده بدأت تغير شوية، ما بتاخدش وقت، تقريبا 2 أو 3. وبعد كده بحط اللبن بتاعي، اللبن 3 كوبايات لبن. اللبن طبعا يكون بارد علشان تضمني ان البشاميل بتاعك ما يكلكعش ولا يعمل اي حاجة، يكون كريمي. او ممكن تعملي العكس، تخلي الدقيق والزبدة يبردوا وبعد كده تنزلي باللبن لو هو سخن. الطريقتين صح، وهتضمني ان انت تطلعي البشاميل بتاعك كريمي. بعد كده بتبل برشة من الملح ورشة من الفلفل الابيض ورشة من جوز الطيب. البشاميل بتاعي ناعم وجميل. وفي كمان خطوة اختيارية، لو انت حباه دسم شوية بتحطي كده نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا، الخطوة دي اختيارية لو انت حابة تضيفيها. كده البشاميل بتاعنا جاهز. وبالنسبة للعصاق كنت عملت معاكم قبل كده في القناة. معايا تقريبا 350 جرام من اللحمة المفرومة وبصلتين بتقطعين مكعبات وبتدبلهم شوية على النار، وبعدين بتنزلي باللحمة المفرومة تقلبها كويس لحد كده ما تتفكك كلها من بعضها. وبعد كده بتحطي معلقة كبيرة من الثوم، ولو عندك فلفل الوان بتقطعي مكعبات وبتنزلي بيه برضو على اللحمة. بتتبلي العصاق بتاعك بملح وفلفل وشوية من بهارات اللحمة. نبدأ بقى نرتب الصينية بتاعتنا. بحط كده طبقة بسيطة من البشاميل في أرضية الصينية، ولو انت حابة تعملي رقات من الكوسة واللحمة المفرومة مفيش اي مشكلة. انا بفضل ان انا بعملها كده رقين، بقسم الكوسة بتاعتي على نصين، النص الاولاني بحطه كده في أرضية الصينية. شايفين ما شاء الله الكوسة بتاعتنا مستوية وجميلة ومش مهرية في نفس الوقت. زي ما قلتلك قطعيها بسمك متوسط، هتطلع معاكي ما شاء الله مظبوطة، ومش هتنزل كمان مية كتير. بحط كمان العصاق كده في النص، بتسويه كويس وبتفرديه. بحط الجزء التاني من الكوسة، ولو حسيتي ان الكوسة بتاعتك منزلة شوية مية ممكن تحطيها برضو كده في مصفى تنزل شوية المية اللي نزلته.
بس لو عملتها بالطريقه اللي انا قلتلك عليها وقطعتيها بسمك كده يكون متوسط ان شاء الله مش هتنزل معاكي ميه خالص، وهتستوي تبقى معاكي مظبوطه مش مهريه. حطيت الرقين كده زي ما انت شايفه، بحط رشه كده من الجبنه الموتزاريلا تحت صوص البشاميل، وبغطي في الاخر بطبقه من البشاميل كده. وفي الاخر بحط رشه بسيطه خالص كده من الزيت، خيط رفيع خالص عشان تاخد لون جميل كده في الفرن. وبتدخليها الفرن، بتحطيها على الشبكه في النص، ولو عندك مروحه بتشغليها، وبتاخد تقريبا نص ساعه، ما بتاخدش وقت كتير في السوا. كل حاجه معانا مستويه، الكوسه ما شاء الله مستويه والبشاميل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتاكلوها بألف هنا وشفا. اسيبكم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.